طبعا في ناس بيسالوا الاسباب اللي خلت الكباشي يمشي جنوب كردفان شنو؟ قبل ما اجي للجوطه بتاعت ناس ابراهيم الشيخ والنقه اللي عاملينها القحاطه وكباشي وغيره. الكباشي مشى لانه البلد دي كان فيها صراع قبل كده، ونحن قبل كده اتكلمنا انه في مخطط للحلو كان داير يكتسح جنوب كردفان كلها بما فيها لقاوه وكادوغلي في زي 3 مناطق في جنوب كردفان. الحلو كان عنده مخطط انه داير يستهدف المناطق دي، وفي صراع بين العرب والزرقة هناك، المسيرية الحمر النوبة، في صراع كبير كده في الحتة دي. فكباشي مشيته هو مشى باعتبار انه هو ابن البلد. وطبعا دايما في الازمات الزي دي مش لانك انت بتدعم المناطقيه او الجهويه، لكن في الازمات الزي دي دايما لما يمشي ود البلد، لانه بيكون فاهم التقاطيع والشيء الحاصل في المنطقه، الناس بيسمعوا له، بيكون مليم بكل التفاصيل. عشان كده الكباشي مشى باعتباره انه هو اول حاجه هو الزول، هو الرجل يعني هو الرجل القوي في الجيش، وقد يكون هو الزول الثالث او ممكن يكون الزول الاول ذاته في المؤسسه العسكريه، لكن رجل قوي في المؤسسه العسكريه دي واحده. 2 انه هو زول من ابناء المنطقه دي. وطبعا ده الكلام الماكي جنبه مع القحاطه. انا هسه بتفهم الزعل بتاع ابراهيم الشيخ ونبذوا لكباشي وقالوا كباشي قال حدث ما حدث، وكباشي ما فضل الاعتصام. الفضل الاعتصام ما كباشي، الفضل الاعتصام هو قائد المجلس العسكري اللي هو السيد البرهان، الفريق أول مشير سعادة البرهان، ونائبه الثاني اللي هو الفريق أول محمد حمدان دقل، ديل الفضل الاعتصام. الكباشي عبارة عن ناطق رسمي. يعني انت لما تيجي تتكلم في التسلسل الهرمي ده، الكباشي ناطق رسمي، يعني كانه وزير الإعلام في حكومة ما. في قرار اتخذ جا الكباشي طلع قال لك والله نحن اتخذنا اجراءات وقرارات، انتوا هسه كقحاطه ليه ما دارين تهاجموا البرهان؟ وليه ما دارين تهاجموا حميدتي؟ ليه بتهاجموا كباشي؟ وده سر القصه كلها. سر القصه كلها انه كباشي مشيته هناك، التفاف الناس حوله هناك، هي الرساله ما بالمناسبه الرساله دي. وعشان كده انا قاعد اقول لك المؤسسه العسكريه دي الاذكياء، العساكر دي الاذكياء جدا، وقاعدين يشتغلوا سياسه بين الناس ديل. الرساله دي ما داخليه، الرساله دي خارجيه بالمناسبه. انا بفهمها كده في الاطار السياسي، بفهم انه مشيه الكباشي الان، التفاف النوبه حول الكباشي الان هو بيتقدم كقياده. والان الكباشي ده لو مشى الشماليه بيستقبلوه. وانا جبالك في واحد في البوست علق لي قال لي الكباشي خليه يجينا في الشماليه، وانا هسه بقول لمكتب الكباشي اعملوا زياره للسيد الكباشي، خليه يمشي الشماليه، خليه يمشي الشرق، خليه يمشي الوسط، خليه يمشي الغرب، باعتبار انه الكباشي بيمثل قياده حقيقيه. الرساله الدارين يدوها للغربيين انه انتوا لما تتكلموا عن جبال النوبه ما بمثل عبد العزيز الحلو. الزعلة بتاعت القحاط الآن الدم سمون الفاير على الكباشي مش لأنه كباشي فضل اعتصام، لا، الفضل اعتصام البرهان وحميدتيل، انتوا هسه دارين تمشوا تعملوا معاهم اتفاقية ودارين تقعدوا معاهم ودارين تشاركون في السلطة. لكن هم ليه؟ لأنه الكباشي مشيته هناك ما هو المشروع بتاع قحط القايم على علمانية الدولة السودانية. الناس بيتكلموا انه ما دارين دين وما دارين لغة عربية وما دارين إسلام في السودان، هم بيقولوا لأنه والله معتمدين على شنو؟ معتمدين على سلاح الحلو، معتمدين على الضغط بتاع الحلو اللي هم قاعد في كودة هناك، وقاعد يقول أنا بمثل النوبة وأنا بمثل الأقلية بتاعت النوبة دي، ونحن ما دارين دين وما دارين دولة علمانية. هسه الليلة وبالمناسبة للعلمكم منذ سقوط الإنقاذ لم يحصل حشد في أي ولاية من ولايات السودان كما حصل للكباشي في كادوغلي. ودي إحصاءات الآن موجودة بالأرقام جايبينها منذ سقوط الإنقاذ. مش مرق الأمير ده مشى الشرق ومشى الغرب ومشى برهان، لم يستقبل الشعب السوداني قائد مثل ما استقبل الكباشي في جنوب كردفان، لأنه الكباشي كان بيمثل له الرمز من رموز العزة. وده الكلام الزمان ظلينا قاعدين نقوله إنه المؤسسة العسكرية دي هي في قلب وجدان الشعب السوداني ده. لكن مشكلة المؤسسة العسكرية ربنا سبحانه وتعالى لم يفتح لها بقائد شجاع، قائد مراوغ. والبرهان ده ذاته بسوء ده
الليله لو طلع كقائد عسكري الناس بيستقبلوه كقائد بتاع الجيش، لانه الناس الان فقدوا الامل في كل المعادله السياسيه الموجوده دي. وده مصداقيه لحب الناس للمؤسسه العسكريه. لانك انت الليله لما تجي تتاجر في جنوب كردفان وتتحدث انه زي الناس اللي هسه بيقولوا انه والله الجيش ده مكروه في دارفور والحرب الاباده، اي في اشكاليات في دارفور ونحن عارفين سبب الاشكاليات دي شنو، لكن نحن اصلا لم يكن يوم في دارفور مشكلتنا مع المؤسسه مع الجيش. عندنا مشكله مع سياسات الانظمه السياسيه اللي حكمت السودان عبر الانظمه السياسيه اللي استخدمت المؤسسه العسكريه وقتلت الناس. لكن نحن مشكلتنا اصلا في يوم من الايام ما كانت مع المؤسسه العسكريه. وهسه الليله ناس جبريل ومني ديل مشكلتهم ما مع المؤسسه العسكريه. ما قاعدين يقولوا فرتقوا الجيش السوداني. انا ما سمعت جبريل طلع في منبر قال فرتقوا الجيش السوداني. انا ما سمعت مني قال طلع، بالعكس مني وجبريل الان بيتكلموا عن ترتيبات امنيه. حتى الشريط بتاع ابراهيم الماس الظهر في جنوب دارفور، في واحده من القرى بتاعت جنوب دارفور، يمكن القرى بتاعت الهبانيه دي، انا بس ما مستحضر المدينه. بيتكلموا عن اعاده دمج قواتهم انه يكونوا جزء من المؤسسه العسكريه. هم بيتكلموا انه جزء من المؤسسه العسكريه، ما قاعدين يتكلموا عن فرتقتها. اللي بيتكلموا عن فرتقتها هي القوى اليساريه العلمانيه ديل، لانه دارين يستبدلوا الحلو. الليله الكباشي مشيت وقطع الطريق. الزعل من الكباشي انه كباشي انت الليله كحلو ولا دار تتكلم عن علمانيه، وين قاعدتك؟ ما يا هدي القواعد المشلال الكباشي زارها في كل جنوب كردفان، قريه حله. زول مشى قعد اسبوع كامل، التحم بالناس وخش السوق وقعد هناك. اذا انت بتتكلم، الكباشي مش يتكلم مع الناس بالعربي، ما تكلم مع الناس بالروطانه. لو كان مشى خاطبهم بلغه النوبه كان نقولوا ما داري اللغه عربيه، لكن مشى يتكلم معهم باللغه اللي بيفهمون القريبه لهم، لغه التواصل دي مش يتكلم مع الناس بيها. عشان انت لما تجي في هبيله، ربنا يديك الصحه والعافيه، عشان انت لما تجي الليله تتكلم تقول انك دار تتكلم عن الحلو ولا دار تتكلم عن مشروعك العلماني اللي انت الان ماشي دار تجيش له الغرب. الان كل القصه دي كل القصه القايمه دي الان قصه التجهيز دي كلها انه والله الشعب السوداني ما داير دين، انه الشعب السوداني مشكلته مع الدين والعروبه والقصه الكلام الفارغ ده. الكباشي مشى كسر الديش ده. وانا بفتكر الرساله دي مزعله ابراهيم الشيخ. عليك الله هسه ابراهيم الشيخ، انت ما تستحي تطلع تتكلم عن الكباشي؟ انت هسه كده انا دايرك انتوا ده كله خلوه. انا اتمنى انكم تطلعوا تمشوا. وينو جماهيركم؟ ما هي الزعله وين؟ هي الزعله جات لانه والله ليه الناس استقبلوا كباشي في هم طبعا زعلانين لانه دارين اقول لك الكباشي ليه استقبلوا الناس في جنوب كردفان؟ لانه الكباشي قاتل. الكباشي ما قاتل. في قاتل اكثر من الحلو؟ في قتل اكثر منكم انتوا الماشيين الان تستخدموا الناس البسط اللي قاعدين في في جنوب كردفان وقاعدين في الجبال وعندهم مشاكل بتاعت امن وعندهم مشاكل بتاعت اقتصاد وتعليم وصحه. انت الان بتتاجر بقضاياهم. يجي ابراهيم الشيخ يقول لك لانه ابراهيم الشيخ انا اتحداك اطلع الشارع، عليك الله اطلع بكره امشي يقول والله انا داري اجيب لي 10 نفر والله يدقوك. اتحداك اطلع هسه الليله قول انا كقحتي انتوا هسه الان قاعدين تتكلموا العساكر دي، انتوا مش قاعدين تقولوا والله المدنيه والشعبي ما بدورهم. يا هو بيان بالعمل. ملايين، انت بتتكلم عن ملايين. انت اذا طلعوا لك 1000 نفر في مظاهره في شوارع الخرطوم بتقول لنا مليونيه. على الاقل الكباشي ده طلعوا له نص مليون، طلعوا له 600,000 700,000. انت دي بفقهك تعادل شنو يعني؟ محبه الناس ليون. انت وينو شعبك؟ انت وينو جماهيرك؟ انت ذاتك لما دار تعمل، لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك وليس على المريض حرج، لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك في مؤخرتك مشيت القاهرة عشان تتعالج. انت مشيت للبواسير قعدت تتعالج لها في القاهرة، تعمل لها عملية في القاهرة، لانك انت اصلك ما عايش على مستوى الشعب السوداني. انت ما عايش هم الشعب السوداني. في زول عنده عملية بواسير بيمشي بيعملها في القاهرة، وبعد ما عملت عملية البواسير حقتك دي قاعد في القاهرة تعمل شنو؟ جاي تتكلم عن الكباشي؟ انتوا عندكم شعبيه؟ وين شعبيتكم؟ انت ده واحد في الناس ما قبل كده دقوك
كتر خير اولاد الامن اللي كانوا حامينك، الماشيين وراكم، اللي بيحميكم. طبعا لانه جهاز الامن قاعد يشكل لكم حمايه. انت قال لك الناس اللي هسه بيطلعوا وراكم في المظاهرات بيحموكم، دول ما كلنا ولا الجهاز، والجهاز ذاته محارس يحميكم. كتر خير اولاد الجهاز اللي طلعوك من وسط الاولاد اللي كانوا دارين يدقوك. نذكرك بها، نذكرك بباجدار. انتوا عندكم شعبيه؟ انا اتحداكم كلكم كقحاطه، اطلعوا ورونا وين شعبيتكم. انت ذاتك هسه تنتمي لوين؟ انت هسه اهلك وين؟ الكباشي دول اهله. انت تبع الحصاحصه، انت تبع حجر الطير، حجر الباقير، انت تابع لكردفان، انت تابع للنهود، انت تابع لوين يا ابراهيم الشيخ؟ انت اتم ذاتك. انت اجبن بني ادم بالمناسبه. تتكلم انت يا اخي زول، يا اخي انت زول اموال الشعب السوداني دي كلها الان قاعده في بطنك دي يا اخي. يا اخي زول، يا اخي ثروتك بالمليارات. الكلام بتاع الثروه ده ما قلته انا بالمناسبه. الكلام بتاع ثروه ابراهيم الشيخ، الكلام ده جابته بتذكر السنه اللي فاتت يمكن، جابته صحيفه وتكلمت عنها بالتفصيل، وقالت انه ابراهيم الشيخ ثروته تتجاوز 3 مليار دولار. انا ما كتبتها 3 مليار دولار، اديت مساحه ذاته، قلنا خير الامور اوسطها. انا كلمت قلت انه ثروتك 2 مليار. انت ما نص ام درمان دي دكاكينك جبتها من وين؟ انت لما قامت الانغاز ما كنت طالب في جامعه الخرطوم، كنت موظف في هيئه توفير المياه، ساكن لك في اوضه واحده، غرفه بتاع الجالوس في جبره ولا وين ما بعرف. بتمشي تستمسر هناك في الاسمنتي وفي شنو، وده تاريخ سيء جدا. حتى السمسره بتاعتك بتاعت الاسمنتي دي والسيخ والقصه دي انت كنت تمشي تستمسر فيها عشان تطلع حقك، لانه ما عندك ارض ساكت، بيت ما عندك. انت الليله بتمتلك نص دكاكين ام درمان. ما بعرف الدكاكين مدينه جامعيه ام درمان، جامعه القران الكريم، جامعه الاسلاميه. انت الان بتمتلك كم عماره في القاهره؟ انت بتمتلك كم عماره في دبي؟ انت قروشك ثروتك عددها كم؟ انت كنت حصريا بتورد السيخ لجيات، لشركات جيات. انت عارف انه زول واحد يكون مورد حصري لشركه زي جيات دي بس بتورد لها الحديد، خليك من السيخ. انت عارف دي ثروتها كم؟ جبتها من وين انت عشان تيجي تتكلم في الكباشي؟ ولا يجوا القحاطه التافهين يتكلموا عن الكباشي؟ انتوا لو عندكم شعبيه ولا عندكم وجود ذاك الميدان اطلعوا الشارع. انتوا جوبا انا ساكت. وقروشه دي كلها جابها بشنو؟ جابها بالمحاباه بتاعت الدوله السودانيه دي. جابها لانه جابوا الانغاز، حابوه. في زول في الانغاز بيكون عنده 3 مليار دولار. هسه عليك الله الاسلاميين ده كله كلموه عنده 3 مليار دولار. هسه عليك الله يجيب نافع ويجيب علي عثمان ويجيب البشير ويجيب احمد هارون ويجيب ديل ويجيب ديل ويجيب ديل ويجيب وجه صالح حسن ويقول للناس ديل انتوا لقيتوا في حساباتهم 3 مليار دولار؟ ولو عندهم 3 مليار دولار ما حقتهم. ان نقول عندنا المشروعيه لانه كانوا حاكمين البلد واكلوا قروش البلد. انت اخذت الثلاثه، انت بقيت عندك 3 مليار دولار كيف؟ انت سنه 87 كنت عضو في اتحاد طلاب جامعه الخرطوم. هسه اكتب فيه ولا دايره، لا اكتب في جوجل، مش اكتب ابراهيم الشيخ، اتحاد طلاب جامعه الخرطوم سنه 87 بتلقى عضو في اتحاد طلاب جامعه الخرطوم. نقول اتخرج 88، بعد ما تخرج بسنه قامت الانغاز. في زول في الانغاز دي بيعمل مليارات. يعني احنا اولاد الانغاز، انت ود الانغاز اكثر مننا، نحن اولاد الانغاز دي. في زول لو ما زول في الانغاز دي يعني انت كوس مسوالي، انت كوس. انت ابراهيم الشيخ انت قبل كده ما كنت مسجون وجيت وسطت الشيخ حسن وانا كنت قاعد لما جاء واحد اسمه منعم منصور مشى نبذ ناس الجهاز زل وعمل له مشكله معاهم، نحن قاعدين مع شيخ. رسل واحد كده اسمه منعم منصور وجا للشيخ في البيت، قال له شيخ حسن ربنا يرحمه يعني. قال له والله انا رسلني ابراهيم الشيخ والله. وابراهيم ده طبعا كان مسجون في الابيض الوقت ذاك. طبعا هم ناس الجهاز ما عندهم حاجات كده بيعملوك. طبعا قبل ما يبقوك زول ويأهلوك وكده طبعا بيسجنوك. عشان كده انا اي قحاتي سجنته الانغاز دي ما قاعد اتعامل معاه. اي معارض سجنته الانغاز دي انا باخد تحته السطرين، لانه بيسجنوك بيطلعوك طوالي بيجيهوك وبيظبطوا امورك من اي قحاتي تمت مصدرته. الناس دي كلهم تمشي، كل القحات اللي هسه قاعدين ديل اي قحاتي شفتوا
اي معارض للانغاز دي خش السجن حقها تاني ما تتعامل معاه، لانه بعد ما يخش هناك بيطلع. فرسل منعم منصور ده جا للشيخ قال له والله يا اخي انا عندي مشكله مع ناس الجهاز وناس الجهاز. وطبعا الوقت ذاك هو كان في الأبيض، شالوه من سجن الأبيض جابوه الخرطوم، ناس الجهاز جابوه عالجوه ورجعوه بنفس اليوم. انا بتذكر حتى الشيخ قال له يا اخي انت للصادق ما حد الى غيرك، امشي اعتذر لناس الجهاز وعفى الله عما سلف، يعني عفى الله عما سلف والناس اللي بيفكوك. كان يتبكى زي الشافع الصغير، ما تاريخ كنا نحن قاعدين شاهدين عليه، لكن انتوا قاعدين تغشوا الاولاد الشفع الصغار ديل ما عارفين اي حاجه في سايقينه. انت زول عندك يا اخي يا اخي انت ولد زوج بنتك دي هسه في زمن القحاطه دي ادوا اعفاء ب 15 مليون دولار. قدم شنو للثوره يعني؟ جايب له ما بعرف مشروع قال بتاع شنو كهرباء ومشروع بتاع شنو ادوا 15، يمكن زوج شيماء ولا حاجه واحده بيقول يعني. اخذ له قرض من البنك 15 مليون دولار. هسه عليك الله الناس اللي ماتوا في الثوره وشهداء الثوره وديل عليك الله في زول سأله هسه الليله الاسر بتاع الناس الجرحى والمكلومين ديل، انت زوج بنتك بس لان زوج بنتك يمشي يدوه من البنك كده قرض 15 مليون دولار عشان يمشي يشتغل؟ منعم منصور ناظر حمر الله يرضى عليك. هو الناس ذاته عارفين القصه يعني، هو ذاته زول مما تفتح لك موضوع كده بتلقى الناس كلها عارفه القصه. يتبكى زي الشافع الصغير، الليله جاي يتكلم في القباشي وجايين وفي واحدين تانيين طبعا في اولاد كده صغار انا ما هذكر اساميهم، لكن انا اولاد الصغار ديل ودونا ناس اليومين دي شايفهم في الامارات اكلوا الرز الاماراتي بدوا يتكلموا في قباشي. واحد بيكون عاطل كده ما لاقي له شغله ما لاقي له حاجه كده، مشى الامارات ما شاء الله سكن واكل. يا اخواننا هسه في دبي دي في زول بيسكن هسه عليك الله، انا والله ما قادر امشي دبي دي. هسه دبي دي انا هسه كان لاقي طريقه كان مشيت. ام يوسف دي كل يوم تانيك داير امشي دبي دي، ما توديها وين؟ ما اغلى مدينه في العالم اوديها دبي؟ ما اودي. انت هسه قاعد في دبي ساكن في دبي وماكل وشارب في دبي وتطلع تلبس الكباشي؟ دبي دي نحن قاعدين شغالين 24 ساعه جاري ما قادرين نمشي دبي، ما قادرين نعمل سيف ماني عشان نمشي دبي. انت ماشي قاعد في دبي ضارب الكبسه في دبي وماكل المندي في دبي وتطلع تلبس كباشه؟ طيب انت المسكنك في دبي جبت القروش من دبي وين؟ انت حق النت ما عندك، انت حق النت ما عندك يعني. قاعد في دبي وما شاء الله اللون فتح والاكل والكبسه والضربه التمام وجاي تلبس كباشه؟ معناته شنو؟ وريني يعني، وريني دبي دي منو اللي بيصرف عليك، منو اللي بياكلك، منو اللي ما واحد بالمناسبه بتكلم عن واحد، بتكلم عن كتار، ما واحد كتار. في ناس بيقوا بتاعين عقارات وبيقوا بتاعين شركات وبيقوا بتاعين شنو، في ناس ادونا الاقامه الذهبيه 10 سنه، كتار قاعدين في دبي وطالعين يتكلموا منو اللي بيصرف عليكم؟ ما ابواق دي، ما ابواق. ولذلك انا داير اقوله في القصه بتاعت الكباشي دي والحمله اللي قامت على الكباشي الان هي حمله مستهدفه، لانه الكباشي ده هو الحلو. انا داير اقوله انه مشروع الحلو ده هو اخر حلقه من حلقات قحط، اخر حلقه من حلقات قحط، لانه قحط دي ما عندها اي شيء ثاني. اذا فقدت مشروع الحلو، اذا فقدت المشروع بتاع الحلو، مشروع علمانيه الدوله، سلاح الحلو، انه الحلو بيمسك جنوب كردفان، تاني ما عندها شيء. المشروع ده الهزمه منه، المشروع ده هزمه الكباشي. الكباشي اي زول بيستهدف الكباشي ده هو قاعد يستهدف السودان. شوفوا انا اقول عليكم بالواضحه، مين هو الكباشي؟ الكباشي ده ما اللي وقف ضد بيع الفشقه. انتوا بتتذكروا الكلام ده ولا ما بتتذكروه؟ مين هو؟ القائد العسكري المشى قال للامارات الفشقه دي خط احمر. منو الدعم الجنود في الفشقه؟ منو اللي وقف ضد قضيه الفشقه؟ منو اللي وقف ضد فرتقه القوات المسلحه؟ انت قال لك نحن قاعدين، انا شايف في ناس امس بيقول لك انتوا قاعدين تدعموا قاعدين تشجعوا الكباشي، فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي، فلما راى القمر. انت قال لك نحن قاعدين نشجع رجال؟ نحن ما قاعدين نشجع رجال، لكن نحن قاعدين نتكلم عن مواقف الرجل. الكباشي ده هو الوقف، والله لولا الكباشي ده الجيش السوداني هسه قاعد ده كان زمان مشى. والآن قاعد في الجيش السوداني ده أي مخطط لفرتقة الجيش، والكلام ده ما كلامي أنا، ده كلام العساكر اللي قاعدين في الجيش، ده كلام ضباط الجيش، إنه الآن حتى التمدد بتاع الدعم السريع بالمناسبة، قصة الطيارات وقصة شنو ده كل القصة دي كلها بالمناسبة وقف ضدها الكباشي ده،
مع انه الكباشي وسعادة الامير في بدايه القصه دي كانوا عسل على ياسمين، كانت علاقتهم كويسه جدا، لكن القصه مين ما جات القصه بتاعت انه الامارات دايره تتدخل في البلد ودايره تفرض ودايره تعمل. الكباشي ده الان انا بالنسبه لي اي زول بيتكلم عن الكباشي ده هو زول قاعد يخطط ينفذ مشروع الامارات. اي زول الان يجي يقول لك الكباشي ودارين يجيبوا انه كباشي انفتن بين الحمر والمسيريه والكباشي عمل فتنه في جنوب كردفان، الكلام ده ما صح، ما صح. وانت ما تروج لك كلام كذب، ما تمشي تروج لك كلام كذب عشان ده المشروع اللي دايره الامارات. الكباشي بنزلوه من الجيش، داكم مش ينزلوه من الجيش. دي امنيه منو؟ امنيه منو انه الكباشي يصبح بر المؤسسه العسكريه؟ دي امنيه الامارات، لانه الامارات بتفتكر انه العقبه القدامى، العقبه اللي وقفت ضد فرتقه المؤسسه العسكريه هو الكباشي. هم بيفتكروا انه الفشقه لو مشى الكباشي بيشيلوا الفشقه، هم بيفتكروا لو مشى الكباشي بيستولوا على المواني، هم بيفتكروا لو مشى الكباشي سيستبدلوا الجيش السوداني بدعم سريع ولا بغيره ولا بالجن الاحمر. لكن انا الدار اقوله انه الكباشي ده الليله التأييد اللي بيلقاه داخل الشعب وداخل المؤسسه العسكريه ما توفر لقائد. وده ذاته بيوريك انه الشعب السوداني ده ما عنصري. انا لما يجي زول يقول لي تعال جيبوا الكباشي في نهر النيل، لما يطلعوا الناس في نهر النيل يأيدوا الكباشي، معناته السودان ده ما نحن ازمتنا ما ازمه عنصريه، نحن ازمتنا ما مع النوبه. نحن لما نجي نقول والله نحن ضد العلمانيه وضد مشروع الحلو، ما لاننا ضد النوبه، لا، لكن نحن ضد المشروع الجاي داري يفرتك بلدنا دي، الجاي داري يلعب على التناقضات عشان يقدم مشروعه، ما بيقدر يقدم مشروعه الا تحت غطاء العنصريه. والليله خليه الكباشي يمشي نهر النيل وخليه يمشي الشماليه وخلي الكباشي يمشي الشرق، تعال شوف الجموع في الشرق السودان هتستقبلوا كيف، وتعال شوف ناس الشمال هيستقبلوا كيف، لانه الكباشي يمثل رمز. الان انا بالنسبه لي اصبح يمثل رمز بتاع عيسى. الليله الناس ذاته هسه الليله الشعب السوداني ده نسى حاجه اسمها البرهان ونسى حاجه اسمها حمايتي وبيقوا يقول لك كباشي. ليه؟ لانه رأوا فيه القصه بتاعت المعزه ورأوا فيه القصه بتاعت انه الزول ده ممكن يكون قائد حقيقي. زول ما لقاشو يا اخي، زول الكاكي ده ذاته فيه. نحن ما نحب العساكر، يعني نحن عسكريين ذاتنا قاعدين نحبها جاريه في دمنا. نحن ذاتنا بس غلط ساكت بقينا، نحن ذاتنا المفروض نكون عساكر بتركيبتنا كده، وقعدنا مع الجيش ده ومشينا معاه وكده. زهرة شبابنا دي كلها قضيناها في خنادق الجيش ده. عشان كده الكباشي ده لبسته ذاته الميري ده ذاته انت دار تشوفه. لا تقول لي البرهان، لا تقول لي ابراهيم جابر، لا تقول لي حميدتي، دول كلهم ما بيعرفوا ذاته عسكريه ذاته فيهم ما جايه. انضباط كده شفتها، انضباط عسكريه على اصولها. لو قالوا لك البياده على اصولها والعسكريه والزي العسكري على اصوله هو كباشي. اصلا ما هتلقى زول احسن منه يعني. ولذلك انا بفتكر انه انا عشان اختم النقطه دي، نحن ما قاعدين ندافع عن شخوص، مواقف. انا هسه بتكلم عن دكتور معستنجو ده اختفى الفتره اللي فاتت دي. انا حتى في ناس كانوا بيسالوني بيقول لي وين مشى معستنجو، كلنا كنا خايفين انه تكون حصلت له حاجه. لكن انا امبارح لما لقيت معستنجو في قناه الجزيره بيفحم المصريين، اضطروا قطعوا الحلقه. ده رجل عنده مواقف، انت بتدعمه ليه؟ تدعم مواقف هذا الرجل. معستنجو ده الكلام اللي قاعد يقوله للمصريين ما في راجل قادر يقوله. في راجل طلع قال اسوان دي سودانيه، قال لهم اسوان سودانيه. ودي الرجال نحن الان في بلد محتاجين لقياده حقيقيه، قياده يلتف حولها الناس، قياده صاحبه مواقف. زي ما كباشي الان في الجيش، زي ما معستنجو الان بيقاتل قتال جيوش. الان معستنجو ده المصريين كلهم بيكرهوه. ليه بيكرهوه؟ لانه لما بيطلع بمعلومه، بيطلع بيقول لك والله المصريين كلهم الان بيتكلموا عن معستنجو، والامارات كانت دايره تغتاله. قبل كده الامارات لما مشى مع معستنجو في قضيه الفشقه ما جابوه، لحد ما الناس خافوا قالوا والله الزول ده قتلوه ولا حصلت له حاجه واختفى وكده، والحمد لله ربنا جابه راجع. احنا يا اخواننا في حاجات ثوابت حقه ما نفرط فيها. انا بالنسبه لي في ظل الهشاشه اللي عايشاها البلد، في ظل عدم الرؤيه، في ظل عدم القصه دي حاجه مهمه جدا.
انا اسال الله انه ربنا يحفظ الكباشي، يحفظ قاده الجيش، يحفظ اي زول قاعد في البلد دي، مع دكتور مع استنجو، كل الناس دي، اي زول شغال في الصف الوطني ده ربنا يحفظه. احنا محتاجين للناس دي. لكن انت ما تقعد لي في الامارات تاكل لي الكبسه وتقول لي كباشي وعمل فتنه والكباشي سوى. اول حاجه ورينا انت قاعد هناك منو بيصرف عليك، منو اللي قاعد ياكلك، منو اللي قاعد يعمل لك. بعدين تعال يا اخي، ما ممكن، عيب يا اخي، عيب والله الكلام ده عيب، ما بيستقيم يا اخوانا، ما بيستقيم يا اخي. انتوا شنو حصل لكم يعني؟ كل واحد كده ضاقت بيه وجاري ماشي الامارات. ده شنو ده شنو الوسخ اللي بتعمله ده؟ ادوني إقامة ذهبية 10 سنة، ما بعرف فلان عمل يشكلوا الإمارات، ما بعرف مواني دبي، هتيجي تعمل لكم الإمارات. إمارات شنو بتعمل لنا؟ يعني أنت رضيت بحاجة لنفسك ذاتية وتبيع بلدك؟ يعني خلاص أنت خدوك ادوك إقامة ذهبية، ولا صرفوا لك، ولا أنفقت عليك الإمارات، ولا كده تيجي تطلع تبيع بلدك؟ الله لا كسبكم خير يا أخي.